طبعاً زي ما احنا متعودين بنخش نفطر الحمام بتاعنا، بس النهارده فطرنا الحمام بتاعنا وبعد ما فطرناه بربع ساعه دخلت لقيت حاجه غريبه عند الحمام وعند الزغاليل. يا ترى ايه اللي لقيته غريب عند الحمام وعند الزغاليل؟ هقول لك عليه دلوقتي. وشفت حاجه كده سبحان الله وتعالى، حاجه كده جميله جدا جدا لازم اوريها لكم وتبقى موجوده معانا في الفيديو بتاع النهارده. الكينج بتاعنا اللي انتوا عارفينه طبعا الجوز الكينج الابيض اهو، بصوا منور الدنيا. حاجه كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر من الحمام اللي احنا بنحب نربيه اهو، زي ما انتم شايفين حاجه كده الله اكبر بيور البيور. طب عملوا ايه؟ هقول لك برده في الفيديو. وزي ما انتم متعودين معانا عارفين ان احنا بنربي حمام وبنربي عصافير وبنربي كناريا وبنربي كوكتيل وبنربي روز، لازم يكون معانا حاجات جميله في السلاكه واحنا موجودين كده نسمع صوتها. اي نعم هي بتدوشنا بس لازم يبقى عندنا الطيور دي كلها لان احنا بنحب الطير. وتعالوا نشوف بقى القص الحنين القص الجميل ده قص بول اخضر اهم قاعدين على البيت، الذكر والنتايه الاثنين قاعدين على البيت بالمنظر اللي انتم شايفينه كده. النهارده ان شاء الله هقول لك ازاي تخدم الزغلول خدمه صح علشان الزغلول ما يقعش منك، وعشان الناس اللي بتشتكي من موت الزغاليل الحاجه اللي هقول لك عليها دي حاجه سهله جدا 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 وانت هتلمعها وهتعرفها من نفسك. يعني مش محتاجه، يعني مش عايز اقول لك اللي هي محتاجه فن، لا انت من نفسك كده بايدك هتعرف الحمام محتاج ايه وساعتها هنقدروا نفيدوا الحمام ونستفيد من الحمام. اما بقى بالنسبه للجوز البول اهم رموا معانا البيض النهارده، بس انا هعمل حاجه حلوه كده، هقعد الجوز دول على بيضهم علشان مفيش حاجه من الحضان بايظه دلوقتي ان انا احضن البيض تحت منها، وهو اللي احنا ناويين نعمله النهارده. يلا بينا بقى اعمل اللايك بتاعك، ولو انت مش مشترك في القناه، انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل يا عم اشترك في القناه واعمل لايك، اتفرج بقى على الكلام اللي جاي. طبعا عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واول ما دخلت السلاكه عندي لقيت الذكر الابلق قاعد بالمنظر اللي انتم شايفينه فطبعا جبت له مضاد حيوي وحطيته في البق مباشر وبدات ان انا اسيبه كده واتابعه واشوف هو محتاج ايه، وان شاء الله بامر الله يكمل معانا ويبقى معانا زي الفل. ايه تاني لقيناه النهارده في السلاكه؟ دخلنا بقى فطرنا الحمام عادي، الفطار اللي احنا بنفطره له بالمنظر اللي انتم شايفينه كده تمام، وعنده ميه. اما بقى قطعت على الزغاليل كده وبص على الزغاليل، وخلي بالك الحركه ديت ممكن تموت معاك الزغاليل وتوديها في داهيه، فانت لازم تتابع وتشوف الدنيا بتاعتك فيها ايه. طبعا دول الزغلولتين اللي كانوا موجودين تحت الاب والام اهم بالمنظر اللي انتم شايفينه الزغاليل ديت طالعه اسمها ابالق. انا باخد البيض بتاع الابالق اللي تحت اللي انتم شايفينها وابدا ان انا احضنها تحت المسافات، احضنها تحت الشقلباز، احضنها تحت الكريزلي، احضنها تحت الجزء اللي فوق لازم نشغل دماغنا مع الحمام واحنا عارفين ان الكلفه غليت، فبالتالي لازم نتابع ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا معايا كده بقى جوله ونشوفوا هنعمل ايه مع الزغلولتين دول علشان لو ما تصرفناش معاهم صح ممكن يقعوا مننا او ممكن يموتوا مننا. طيب ايه تاني تحت منه زغاليل؟ تعال اقول لك هنا اهو. طبعا الجوز واقف بيستحمى وسايب عياله، اكل وشرب وظبط حاله وسايب عياله. طب يا ترى اكل العيال ولا ما اكلهاش؟ لا بسم الله ما شاء الله عليه. لا استحمى براحتك يا عم، لا استحمى براحتك، طالما اكلتهم وخدمتهم خدمه صح يبقى هقول لك استحمى براحتك وبلاش تضرب علشان خاطر ما زعلكش يا معلم. الجوز اللي فوق هنا عملوا معانا موقف غريب كده وسبحان الله وتعالى كده، جابوا زغلول من غير رجل. يعني ايه زغلول من غير رجل؟ هنطلعوا دلوقتي عندهم ونبدا نشوفوا الزغلول العجيب بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي يجيبه ربنا كله كويس. تعالى كده، على فكره انا كنت حاطط بيض مع الزغلول البيض ده كان ميعاده يفقس والحمام امن عليه فقلت اسيبه يمكن الحمام ده يطلعه. تعالوا، لا مش مدفينه، سايبين البيض خالص. وادي الزغلول الغريب، بص الزغلول شكله عامل ازاي. تعالى كده اخده لك معايا تحت عشان تشوف المنظر بتاعه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بصوا رجل اهي، الكاميرا مبكسله شويه، نحاول نعدل الصوره كده اهو، مش عارف باين معاكم ولا لا. بصوا واحد موجود عنده رجل واحده والرجل الثانيه بصوا مش موجوده نهائي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا اي حاجه بيجيبها ربنا كويسه، احنا كل اللي علينا ان احنا بنجتهد وبنشوفوا نعملوا ايه عند الحمام. ويلا بينا بقى كده مع بعضينا نشوفوا هنعملوا ايه مع الزغلولتين اهو. ارجع هنا يا معلم، خش جوه يلا. نعملوا ايه مع الزغلولتين دول؟ الزغلولتين دول بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، الاب والام مأكلينهم كويس جدا جدا
بس مش عاطشينهم ميه، وممكن قله الميه دي تموت معاك الزغلول او توقع منك الزغلول. فكل اللي عليك ان انت هتبدا تشغل دماغك وتبدا تساعده. هتجيب السرنجه اللي هي شبه كده دي، تمام، وتجيب كوبايه ميه او تجيب اي حاجه فيها ميه عندك، او المسقه اللي هي عندهم، يعني دي المسقه بتاعتهم اهي اللي الاب والام بيشربوا منها. هبدا ان انا اهو اسحب بالسرنجه كده واروح للزغلول اديله مباشر عشان خاطر يبدا ان هو يهدم ويبدا ان هو يبقى معانا كويس، ما يتبشمش مننا. طيب هنشرب الزغلول دوت كده عشان مفيش حد يمسك لنا الكاميرا ونرجع لكم تاني. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت كده شربنا الزغلولتين وفكينا الخصله بتاعتهم، ونبدا نرجعهم تاني للاب والام. ولازم ناخدوا بالنا من النقطه دي كويس يا شباب، لان لو احنا سيبنا الزغلول كده ممكن يتبشم وممكن يموت. كده خلاص الاب والام عملوا اللي عليهم واحنا كمان عملنا اللي علينا. اللي محتاج اي حاجه ان شاء الله يكتب لي في التعليقات، احنا تحت امر الجميع. واللي محتاج اي معلومه، واستنونا في كل فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا. وانا خايف من الجوز دول عمالين يخننوا عايزين يكسروا ويسيبوا زغاليلهم، بس مش هنولهم الفرصه لان تحت منهم زغاليل. ان شاء الله كل يوم فيديو جديد مع احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.